مدينة مرزق من المدن الليبية الحضرية القديمة، يعد سكانها من المجتمعات المنتجة، مما أسهم في نشأة وازدهار العديد من الأنشطة المتعلقة بحياتهم اليومية، وكان في مقدمتها النشاط الزراعي والتجاري، والذي اعتمد في الأساس على الخام والإنتاج المحلي، ومن ثم المنتجات الوافدة. هذا إلى جانب العديد من الصناعات والحرف اليدوية التي هي أيضا اعتمدت على أيادي أبناء هذا المجتمع من الرجال والنساء على حد سواء، وصاروا يتوارثونها جيلا بعد جيل، محققين بذلك الاكتفاء الذاتي في هذه المدينة وغيرها على مدى أزمان، ومسطرين بهذا جانبا مضيئا من تاريخ هذه المدينة. وفي هذا الصدد نحاول في هذه الدقائق تسليط الضوء على أحد الصناعات التقليدية التي مثلت رافدا هاما لهذا المجتمع، وهي الحدادة، من خلال هذا اللقاء المميز مع أحد رجالة هذه الحرفة. وين كان في الحدادة يا عم محمد؟ والله غير والدك رحمة الله عليه وما في كان. والله يقولوا له هو حياة شيخ داود. شيخ داود إيه. كان يحدد. وبعدين تولوها جماعة توفى. شيخ داود كان شيخ زاوية في العيساوية. وحداد وراجل محترم كبير وحداد. نعم. وبعدين اللي توفى تولوها الجماعة دي. اللي عارف حاجة قاعد يعني. نعم. ولا عبد القادر السايح. وأخوه محمد السايح. وابويا من دعنا قبلهم والله بعدهم. مش عارف. ايوه. محمد صالح نقور. من أسماء من امتهنوا هذه الحرفة أيضا ولم تسعف الذاكرة العم محمد علي باوة وعبد السلام باوة رحمهما الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أنا أحمد السنوسي نقور. من وين تعلمت صنعة الحدادة هذه؟ والله تعلمتها من أبوي والدي الله يرحمه. زمان يخلي فيها على الكور هذاك فيه المنافيخ، ونضل على الزبرة هذه ونتعلم. ندير في منقاش، ندير في حجل الأولاد متاع الأربعين ومتاع الحول ومتاع حزيلات، حاجات كيف هذه نبيع في بقرش ونص قرش وحاجة كيف هذه. والفحم غالي ومرات يداقلني ومرات أنا نغيظ وورا هذه كيف صار. اللي يجيب لي حاجة نطبنها واللي ما يجيب. يعني قبل هو يصنع في الفجرة ويصنع في الفجرة هذه خلاخيل، والحقيقة ما الفجرة ما تعرقت عليه واجد. أيوة للحديد تجزير قبل نحاس ويعني وحاجات كيف هذين وخلاص.
هو انتقل رحمة الله وأنا هاني ندقلز وهذيك صار. وكم لك يا عم محمد وانت في حرفة الحدادة هذه؟ والله وش بنقول لك، تاريخ ماني شادة لكن لي اي مثلا من عمرك كم بديت الخدمة هذه؟ من 15 سنة وبرا عندي. 15 سنة ما شاء الله. يعني على الأقل تو كان بنقول 50 سنة هيك. اي هذا هو. نعم. والله أكثر. ما شاء الله تبارك الله. وهذه كيف. والحمد لله. عمي محمد يا ريت تعرفنا على العدة اللي تشتغل بها بالليل. باهي هذه الزبرة وهذه المطرقة. الزبرة هذه شنو تديروا؟ الزبرة شنو تديروا بها يا عم محمد؟ هذه تقعد في لوطها وتحمل حديدة وتحطها على الزبرة، وهذه تضرب بالمطرقة تضرب لين تسوي كان سولة الحديدة ردها في النار. جايبينها خلاها ب4 مجيدي على كل وقت الفلوس بالمجيدي. مجيدي يقولوا لي 4 أنا ما نعرف أنا، لكن على خبر هو 4 بالمجيدي. 4 مجيدي. نعم خلاص هاي قعدت ذلك الوقت يعني تو هي فوق من 50 سنة. ايوه فوق فهمت. عاد انا حافلها هذه راس مالي فهمت، والمطرقه هي هذه حتى هو من حياه ابوي الله، لكن راس مالي هي هذه. نعم. وهذا كلاب يقولوا له، كلاب شد من على الحماوه هيك يرفع الحاجه يشد هيك وتظل تخبط فيها معنا، شد هيك وتظل تخبط فيه عم تاكلك النار فهمت. وهذه كيف. وهذا المبرد، هذا يبرد الحديده ويشمشر المحشه، يسن الفاس ويشمشر المحشه ويسن الموسى، وهكا المبرد هذا كلنا يعمله. ايوه. باهي الآلة هذه شنو يا عم محمد؟ اللي حداك هذه اللي تبط فيها؟ هذه يقولها الفرجة. فرجة. اي من السنة الطليان هذه فرجة. اسمها الفرجة. باهي وقبل الفرجة شنو كنتوا باش كنتوا تنفخوا بالنار؟ منافيخ متاع جلد. نعم منافيخ متاع جلد مقرونات بالصفارة متاعهن زي هذه الواحد هذا، وتمشي منفخين، واحد يرقى واحد ينزل، واحد يرقى واحد ينزل. من ويش يصنعون هذين المنافيخ اللي؟ منافيخ من المعيز. من المعيز. المعيز يصلخوها، يذبحوا المعيزة ويصلخوها يعني صلخ فني فهمت، وخلوا يردوا بالهم من الصلخ الساعة العالية تنقص من جنبها والله من هذا، وخيطوها من كرعيها الأربعة، والظهر هذا يدوروا له لوحات من قرنات هيك وخيطوهم بجلد ويدورها زي المقص، كيف المقص تظل تقول لك تنفخ لين تنفخ تحل يديك وتدير. ايوه تظل واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، كيف من يحلب في الناقه. وهذا كيف صار متوى عصرنا هذا وشيء يتبدل. نعم. شنو الحاجات اللي تخدموا فيها زمان في الحدادة؟ قبل زمان في الاول نخدموا في القلاصات نتاع البل، قلاصات نتاع الجمال هذين والشناف حتى هو. وبعدين حياة بوي هذا ونسبح فيه ويدير في الجاجيم هذين، كيف المطرقة كيف هاي هذه زمان السكر يجيبوا فيه بالقوالب ما هو بالاسمه فهمت. ونخدموا في حاجات ويخدم في الختم ويصب في الفجرة وحباسات وختم الكبار والمراكب، ويخدم الحاجات اللي يجونا خاصة عرب القطرون في قبل يدوروا في حجول متاع الكرعين هذين يخدم في لهم كيف الخلاخيل. نعم ويخدم في لهم وقاعد ومحاش ومسحوا في حتى المسح يدير فيها. قبل زمان يدوروا فيها هنا يعني المسحة يقطعوا لها طرف حديد ويديروا لها عين ويخدموا فيه وفيسان وكل شيء هذا بيديم هنا. وش تدير يا عم محمد؟ الوقتي هذه طابتها والله لا ريتها طرقوا فيها.
تظل فمها حد وحاجة كيف هذه، يخمروها شوي باش تخمر. كيف يخمروها يعني يحطوه في النار، يحطوه في النار بس الشمشارة ترطب. خلاص هذا كيف لقيناها من اليوم. يا اخي قبل النحاش ما يجي لنا مدقوقات وحاجة كيف هذه، ندقوا فيهم برواحنا. لا ندقوا فيهم، نصنعوا فيهم برواحنا. ايه تصنع الحشة وتديرها سيال وتهردها هردتين وتركبها وتعدي. لكن تو يجي كل شيء مصنع من غالي، وهذا كيف صار. علمت حد على الحرفة هذه من الأولاد والله علمت إن شاء الله. عندي الولد ما شاء الله عليه، وولد بنتي علي عبد السلام حمدان، وسنوسي ولدي، كل شو اللي يعرفوه اللي علمتهم به ووريتهم ويعرفونه. هذا كل وقت صغيرين يجوا يقولوا حلايكي وينفخوا لي بالماكينة هذه والحمد لله. نعم علامة المحاش والطريق وحاجة كيف هذه وخلاص. نعم الحمد لله. العموم بارك الله فيك عمي حمد، جزاك الله عنا خير إن شاء الله. الله يبارك في الجميع، والله يبارك فيكم حتى أنتم. فهمت هذا تراثنا وهذا لأجدادنا وهذا سمعة بلادنا، وهذا ماذا بينا نزيدوا معلومات أكثر وأكثر إن شاء الله. بالرغم من الشدة التي يظهرها العم حمد عند تعامله مع الحديد، وهذا لطبيعة الحرفة، إلا أن ذلك لم يحجب الطيبة واللين وروح الدعابة عن شخصيته المرحة التي يوشحها الوقار. ويتجلى ذلك من خلال جدية الحديث الممزوج بالعبارات التي تضفي شيء من البهجة والسرور، وكلمات بسيطة يزرع بها الابتسامة أينما حل، مثل قوله أو ارحي وغيرها. ومن هذه مجتمعة كسب حب وود واحترام الجميع. رحل عنا جسده، وبقيت ذكراه وملامح شخصيته الشامخة وسيرته العطرة تغرب مع كل غروب وتشرق مع كل شروق. رحم الله العم حمد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.